السلام عليكم. كنا اتكلمنا قبل كده عن اقتحام مستشفى الشفا، وطبعا كلنا كنا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل بعد اقتحام مستشفى الشفا. انا شايف او العالم كله شايف ان ما حصلش حاجه. ايه اللي حصل؟ انت حضرتك دخلت اقتحمت وبتقول، كنت بتقول لنا مستشفى الشفا تحتيها مراكز القياده بتاعه حماس، وتحتيها قيادات حماس، وتحت المستشفى الاسرى، وتحت المستشفى مخازن حماس. طيب، حضرتك طلعت بايه بعد اقتحام مستشفى الشفا؟ طلعت بايه؟ حضرتك اقتحمت مستشفى الشفا يوم الاربع واقتحمتها يوم الخميس. انا شايف ان اقتحامك لمستشفى الشفا ده في صالح حماس، دي خدمه لحماس، لان حضرتك قعدت 4 اسابيع تقنع الجيش بتاعك وتقنع جنودك ان المستشفى دي تحتها الكنز اللي بندور عليه، تحتها الانفاق بتاعت حماس، وتحتها مركز القياده، وتحتها مخازن السلاح، وتحتها الاسرى بتوعنا اللي احنا هنحررهم. 4 اسابيع بتقنعهم. وبعد ما دخلت مستشفى الشفا وحضرتك قدمت فيديوهات قبل الهجوم بتقنع بيه الجيش بتاعك على الكلام ده كله، وجيشك صدقك، والشعب الاسرائيلي صدقك ومشي وراك. لكن للاسف بعد الاقتحام لقيت لنا ايه؟ بعد الاقتحام لقيت لشعبك ايه؟ قدمت لشعبك ايه؟ اقول لك انا قدمت لشعبك ولجيشك ايه؟ حضرتك بعد ما حاصرت المستشفى بدبابات والات وجرارات ومدفعيه، وكل ده متغطي بالطيران علشان جنودك تدخل، وخرجت بعد كده تقدم لهم الاتي: قدمت لهم عدد 3 قمصان القميص الواقي، قدمت لهم 11 بندقيه، قدمت لهم علبه تمر، قدمت لهم سبحه، وقلت اتفضلوا، وعملت فيديو وقلت اتفضلوا، ده السلاح اللي موجود تحت مستشفى الشفا، ده كده مخزن السلاح بتاع حماس. يعني الفيديوهات اللي حضرتك طلعتها دي كده انت بتقول لنا ان انت اكتشفت المخزن بتاع السلاح، وكمان بتقول في فيديوهاتك ان انت لقيتهم في غرفه الاشعه. بالعقل كده، غرفه الاشعه دي، ده غرفه الاشعه دي بيبقى واحد داخل واحد خارج مدار 24 ساعه، ده في الوقت العادي في مستشفياتنا احنا، ما بالك بقى في حرب؟ غرفه الاشعه دي ممكن يبقى فيها 5 6 داخلين، لان هم انت بتقصف فيهم، فالكل جرحى، الكل بيجري على المستشفى، الكل بيعمل اشعه. الحاجات دي حماس بالعقل كده هتخبيها في غرفه الاشعه؟ ده يبقى جهل، ما هو ده يبقى غباء، يا منهم يا منك، وهم مش اغبياء زي ما انت شايف، بدليل ان هم خرجوك من مستشفى الشفا ايد ورا وايد قدام. فده يبقى غباء من مين؟ قول انت بقى. بدليل ان في صحفي فرنسي صور الغرفه دي وصور الاسلحه والحاجات اللي ظهرت في الفيديوهات دي. لما صور الفيديوهات دي، كان في فيديو هم مطلعينه قبل الصحفي الفرنسي ده. الفيديو بتاع الصحفي دي بشهاده الصحفي ظهر ان الفيديو فيه اسلحه زياده، في سلاح زياده، ده معناه ان الفيديو ده متصور يا قبل الهجوم ومجهزينه، يا اتصور ساعه الهجوم وبعد كده دخلوا الصحفيين، بدليل ان الفيديو التاني بتاع الصحفي فيه اسلحه زياده عن الفيديو الاولاني. الحاجه بقى الاهم، عدد مقاتلين حماس اللي كانوا تحت المستشفى كلهم لابسين بدله عسكريه واحده. هل يعقل كلهم لابسين بدله عسكريه واحده؟ ليه؟ لان حضرتك قلت لما الصحفي سالك بيقول لك فين المقاتلين بتوع حماس، قلت لا، ده هم اثناء الاقتحام قلعوا اللبس بتاعهم ورموه ولبسوا لبس مدنيين وخرجوا في وسط المرضى والمدنيين. طيب، كل الجنود اللي كانوا موجودين تحت مستشفى الشفا كانوا لابسين بدله واحده عسكريه؟ ما هو اديني عقلك. ولما اتسال على الاسرى قال لا، ما هم حماس لما هربوا خدوا الاسرى معاهم. طب مين اللي قال لك او ايه الدليل ان كان في اسرى هنا؟ قال لك لقينا ضفيره شعر مقصوصه ومرميه على الارض، ودي كانت ضفيره شعر جنديه اسرائيليه. عرفت منين ان ضفيره الشعر دي بتاعت الجنديه الاسرائيليه؟ ليه مش ضفيره
واحده فلسطينيه من المرضى اللي كانوا جايين يتعالجوا مثلا. سيبك من الفيديو اللي لحق اتصور بسرعه ده، سيبك من الفيديو ده. فين افراد حركه حماس اللي كانوا تحت المستشفى؟ فين الانفاق؟ ما صورتش ليه فيديوهات للانفاق؟ احنا لقينا فيديو طلع علينا كده بتاع اسانسير، مكان بتاع اسانسير، احنا كلنا شفناه كده بتاع اسانسير. الدول الاوروبيه الاخرى شافت الكلام ده وقالت ده مكان اسانسير. طيب، فين الاسرى اللي انت كنت رايح تحررهم؟ فين الفيديوهات بتاعت المراكز بتاعت قياده حماس؟ ما شفناش فيديوهات لمركز كبير كده لقياده حماس. ما طلعش علينا فيديو داخل نفق وبيطلع من نفق ويدخل نفق عشان نعرف ان دي الانفاق. فين الفيديوهات اللي بتقول فين الغرف بتاعه القياده المركزيه بتاعه حماس؟ وده اللي قالته حماس قبل الاقتحام. طلبت حماس ان يكون في رقابه دوليه على الاقتحام ده، او يكون في رقابه دوليه على تفتيش مستشفى الشفا، لان هم كانوا عارفين ان ده هيحصل، لان هم قالوا في الطلب بتاعهم كده. قالوا ان اسرائيل ممكن تفبرك فيديوهات وتحط اسلحه وتقول ان المكان ده احنا ضربناه علشان كان تحته الكلام اللي اتقال ده كله. ويمكن ده كان طلب حماس في الاول، ان يكون في رقابه على الكلام ده. كلامي دلوقتي للشعب الاسرائيلي، اسالوا نتنياهو. كلامي للجيش الاسرائيلي، اسالوا نتنياهو. كلامي للجنود الاسرائيليه اللي بتحارب وبتؤدي بحياتها، اسالوا نتنياهو. فين الاهداف اللي احنا اقتحمنا مستشفى الشفا عشانها؟ السؤال ده اسالوه لرئيس الوزراء بتاعكم. فطبعا مفيش غير الفيديوهات اللي طلعت، الفيديوهات العبيطه دي، زيها زي الفيديو اللي كانوا عاملينه من 3 او 4 ايام، وكانوا جايبين مجنده اسرائيليه عامله دكتوره في مستشفى الشفا وكانت بتصوت وتقول الحقونا الحقونا، حماس بيهجموا على المستشفى، حماس بيقصفونا بالصواريخ، حماس بيمنعونا عن شغلنا، والمرضى مرميين على الارض. الفيديو ده كان واضح جدا، كان واضح جدا. دي دكتوره، المفروض الدكتوره دي طالعه علينا كده متبهدله، طالعه علينا الكلابز بتاعها فيه دم، طالع علينا البلطو بتاعها متبهدل عليه نقطه دم او اي حاجه يعني. انما دي طالعه مزه، وطريقه الحكايه بتاعتها وطريقه الكلام بتاعها، وقالت انها دكتوره فلسطينيه. لو بصيت وراها، دي مش حاطط مستشفى. حته المستشفى دي يعني مستشفى بتتقصف يا جماعه، مستشفى بتتقصف بالدبابات وبالطيران. ده مكان لو شفته، ده مكان لسه معمول حالا. طريقتها حتى في الكلام، اللهجه بتاعتها، والسماعه اللي كانت كل شويه تظهرها للكاميرا بايديها، سماعه جديده نوفي يعني. ده فيديو ما حدش يعقله بقرش سعر. ماذا بعد؟ مفيش. هيطلعوا لنا بروايه تانية زي ما حصل الهجوم على المدرسه، وهيطلعوا لنا بروايه ثالثه زي دلوقتي طالعين بيقولوا ان احنا هنشتغل في الجنوب لان حماس متواجده في الجنوب، فاحنا ورا حماس اينما كانوا. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ ان هم هيتجهوا للجنوب، ان هم كل شويه يقربوا من الحدود المصريه. وده اللي اتكلمنا عليه في اول فيديوهاتنا خالص، بنقول ايه يا جماعه؟ هي العين على سينا، العين على سينا. وطبعا هيبقى في مبررات كتير وكتير وكتير وكتير، لان هي دي اسرائيل باختصار يا جماعه. شكرا، السلام عليكم.